بنت واقفة على كوبري ناوية ترمي نفسها وتخلص من حياتها، وفجأة جبل تلج ضخم بيعدي في النهر جواه راجل. الحكومة مسكته وحطوه في منشأة سرية عشان يدرسوه، واكتشفوا انه نايم بقاله اكتر من 800 سنة. بس قبل ما يفهموا حاجة الراجل فاق وهرب زي الشبح، بيجري بسرعة تفوق الفراري. بس في الاخر الشرطة حصرته، صعقوه بالكهرباء بس ولا كأنهم عملوا حاجة. الراجل ده فاكر ان العالم كله وهم، فقام طالع فوق اعلى برج، وخمس نجوم مطاردة اتفعلت عليه زي GTA. حتى طيارة حربية جاية تضربه، بس الغريب الرئيس نفسه نزل من الطيارة وقال وقفوا الضرب، انا عايزه يجي معايا البيت الازرق. ضرب الرئيس في رقبته بضربة من طاقته الداخلية، لكن المفاجأة الرئيس لسه عايش، لان لو كان وهم فعلا كان مات. بعدها قعد يسمع عرض الرئيس اللي بيقول له احنا عايزين نعرف ازاي فضلت عايش 8 قرون. البشر دايما بيفشلوا في التجربة دي، بس الراجل رفض ومشي. راح اعلى برج تاني وعينه كلها حزن، قرر يرمي نفسه. ليه يعيش اللي كان بيحميها زمان مش موجودة في العالم ده من 800 سنة. الراجل ده كان حارس شخصي البنت من عيلة قوية جدا، بس مقنع غامض حاول يقتلها. ضحى بنفسه عشان يحميها، قبل ما يغرق شاف وشه المقنع. بس دلوقتي لوحده مفيش سبب يعيش عشانه، وقرر يسيب الدنيا. بس قبل ما جسمه يلمس الارض عينه وقفت على اعلان في وش المقنع.